يا رحلتي من شكون قتل مريم إلى رحمة وي. وعسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم باش نحكي على زوز مسلسلات. وقبل كل شيء ما تنساوش لايك شير سبسكرايب، تابعوني على الانستغرام تاعي تلقاهم اللقطة في الوصف. ويلا نبداو المسلسل الاولاني نحكيو عليه الفندق. قفل فمك. الفلوجة. ما نعرفش علاش في مخي الفندق ما يسالش. به أول حاجة نحكيو على فلوجة. فلوجة هي مدينة في العراق، اشتهرت بالحرب مع أمريكا. في فلوجة يعني بقعة في العراق اسمها فلوجة. فلوجة مسلسل يحكي على تلامذة منشغبين. في أول أيامات جات برشا أخبار وبرشا حاجات يحبوا يوقفوا المسلسل والدنيا الكل، على الخاطر فما حاجات صارت كيما يتمنيكوا على البروفا، يعملوا حاجات يعني نحن تلامذة. فما جملة من تلامذة أما ما تعبرش على التلامذة الكل أنهم يعملوا في نفس الحاجة وفي نفس العمل. يعني في الحلقة الأولى وراو نظرة خايبة للليسيات، أما هيك فيه صحيح وفيه الغلط. شوية من الناس تعمل هكاكا، يعني مش الأغلبية الناس يحبوا ينحيوها من رمضان متاع سنة. اما والله مسلسل تتفرج في الحلقه الاولى نقول لك صحيح نمشي معاك راهو خايب، راهو فيه كذا وكذا، ماهوش نتاع عائلي يعني الحق نتاع ربي. دي دروغ يتمنيكوا على الاساتذه، اما يوري الوضع الدراسي، ورى زادها الوضع العائلي. الوضع الدراسي كيفاش تتلامذة يعني هما باش يكونوا ضحية بعد الأضراب نتاع الأساتذة. يعني شفنا حاجتين، الدراسي والعائلي، كيفاش كل واحد ومشاكله العائلية وكيفاش يتصرف. طفلة ما لقاوهاش، ما الله أعلم تو قالوا لنا لا خطفوها لا مشات هي بسقيها للراجل واللي هو نضال سعدي، وعرفناه بعد التسريبات. والتسريبات راهي حاجة خايبة. راه تسرب مسلسل يعني الخدمة متاع السيناريو اللي خدموه اللي تعبوه برشا عباد باش يكتبوه كله يمشي في الماء. يعني لا فما لا تشويق للحلقة الجاية يولي تشوف التسريبات تعرف الحكاية. راهو ما عادش يتخرجوا لنا تسريبات سايبونا منهم على خاطر الحق زايد على الاخر وتتمسط المسلسل. تو نحن راح ما عرفناها فين في الحلقة هذه السادسة أكثر ولا السابعة السادسة، اللي هو اختفى نضال ولا مشات بساقيها نضال ولا صارت حاجة باش كانت عند نضال. والمشكلة في نضال هو اسمه إبراهيم في المسلسل، باش نحكيو في المسلسل باش تفهموني. إبراهيم يسكن قريب للدار متاع رحمة، يعني يا هو اختفى يا هي مشات له بساقيه. المشكلة فين إبراهيم يصلي يعني عنده لحية تتهسم متاع جماعة المتدينين ياسر، فهمتني؟ دونك ما تتوقعش انه هو باش يجي يخطف رحمة، ما تتوقعهاش. وشفنا زادة الخيانة. السيمينير ما هو متاع خدمة، نحن نلقاه في المسلسل سيمينير حاجة أخرى. الراجل مشى السيمينير، بين قوسين سيمينير، مشى سيمينير حمامات، خدمة عنده الحق، مشى خان مرته خدمة. وباش يمشي نفس الراجل سيمينير سوسة، الله أعلم شكون عنده قيسوسة هكاك وقتها ما ندروش. ملخص الهدرة، مسلسل له كارثي وله طيارة. مسلسل متوسط. الحاجة الباهية فيه أنه شفنا الشبان يمثل، وجوه جدد صغار قاعدة تمثل، حاجة باهية مش نفس العباد اللي نشوفوا فيهم كل مرة. ملخص الهدرة توا زعما رحمة خطفوها، اختفها بين قوسين إبراهيم، وإلا مشيت على ساقيها. ما نتصورش أن مشيت على ساقيها بكل، يعني نحكي سبونتاني، أنا ما نتصورش مشيت على ساقيها. والله ما تعرفش الحكاية. هذا التشويق اللي نحكي فيه، مخك يقعد سارح مع الحكاية، ما تعرفش مشيت ما مشيتش، اختفى ما اختفيش. هذا التشويق هذا اللي نحبوه، مش انت تخرج لنا انت تسريبات يعني من كواليس تاع المسلسل وتورينا شنو باش يصير. هذا التشويق اللي نحبوه.
مسلسل تحفون، هو مش عائلي برشا باش ما نقولوش ماهوش عائلي جملة، يعني دبر راسك تفرج عليه مانيش نصحك. بس تتفرجت في الحلقات الأولانيين وأنت تعرف عائلي ولا مش عائلي. صحابي بالجملة وبالحملة، شو من الأخر وعلى الأخر وما غير ما تجيب مخر. منظركم عرفتوا السيري شني؟ بلوتو سيت كوم. شني سيت كوم؟ سبق الخير. سيت كوم سبق الخير حاجة تحفونا ياسر، تحفونا. وهذا اللي بالحق بعد ما نعرفش قدام بعد تشوف لي حل يعني من الإخراج. هذا السيت كوم اللي تجم تقول فيه عائلي، تتفرج عليه وانت مرتاح فيه، ضحك تضحك مع العائلة، تعمل جو، مش تتخمم شنو باش يصير. عائلي. انا هذا قلت لكم عائلي. فاللوج ما قلت لكمش لا عائلي لا مش عائلي، على خاطر انتم تتقرروا وحدكم، مانيش انا باش نقرر بعد تجي في راسي. سبق الخير. بطولة لطفي العبدلي، كريم الغربي وكمال تواتي. سيت كوم سبق الخير كما قلت لكم اخذوا بارتي من فيلم، يعني وزادوا احداث جديده باش يولي سيت كوم. اما فيلم كان باش يحطوه نفس الاحداث، ماهوش باش يعمل سيت كوم كامل ومتكامل. دونك زادوا احداث، والاحداث اللي هما زادوا نجحوا المسلسل. واللي اول مره منذ 10 سنين سبق الخير اول كوميدي يتفوق على شوف لي حل من نسبة المشاهدة. يعني باش تعرف قداهوش طيارة العباد تفرجت فيه أكثر من شوف لي حل. شوف لي حل راهو برشا عباد يعرفوا المسلسل. سيت كوم سبق الخير جاي في نهار، مش في نهار، جاي في شهر، جاي في حلقة تكسر نسبة مشاهدة شوف لي حل. وسيت كوم أكثر مشاهدة يعني من سيت كومات الآخرين. ثاني أكثر مشاهدة في نسبة الأعمال، يعني الأولاني فلوجة، الثاني سبق خير. ومانيش أنا قاعد نعدي في ستاتيستيك شفتهم مهبطين جيت قمتهم لك باش تستفاد، باش تعرف قد ايه قوة السيت كوم هذا. أنا اتفرجت على الفيلم نتاعو، قاعد نتفرج في السيت كوم نتاعو. السيت كوم يضحك عائلي تحب اخر. انا من منبر هذا نقول لك تتفرج عليه وعلى ضمانتي. انا في سيت كوم سبق الخير سلبيه سبق الخير، اسمه هذا اسم كريم الغربي اللي في السيت كوم، واللي قتلهم الكل في الحلقة الأولى. سلبيه سبق الخير هذا عينه ما شاء الله عليه. نعرف واحد يشبه له مش كيف يشبه له. سلبيه سبق الخير هذا يعطيك نظر برك ويقول لك باب ملا مثلا، ملا لبسه تتقطع لبسه مثلا، باب ملا صحة الرجل يموت. باب هذا العبد لازم منه برجولية الحق متاع ربي. والله يعني نتمنى له كل نجاح. يعجبني برشا كريم غربي ويعجبني في التمثيل متاعو. باش ما نحرقش السيت كوم ما نكملش نحكي، اما شكرته وكي نشكر حاجة يعني اعرفها انها حاجة باهية. ونحب نسأل حاجة، الجبل الأحمر فين نلقاه؟ ولا الإسكندرية فين نلقاه؟ هذوما زوج مسلسلات نحب نتفرج عليهم. كان تعرفوا فين اكتبوا لي في لي كومونتير. المعلومة سيت كوم سبق الخير يجي قبل فلوجة، دونك تنجم تتفرج على سبق الخير بعديك تمشي تتفرج على فلوجة، وهكاك زوز ما يبيعولكش. وكاهو هذايا اللي كان عندي اليوم. وبما انه شهر رمضان شهر المحبة، اهبط اللوطة عمل ابوني راهو باش يعجبك المحتوى كما قلت لك في الفيديو اللي فات. محتوى عام تنجم تتفرج عليه وما تقلقش. نجم نعمل لك اليوم نحكي على المسلسل غدوة نهبط لك تمثيلية قاعد نمثل، يعني ما نجم نحكي ونجم نعمل لك فلوج. وكما انت تنجم تقترح عليا زيادة فكرة نعملها، حط الكومنتير نتاعك اللوطة والفكرة نتاعك اللي تحبني نعملها، وراني نقبل الافكار. وساعات نهبط في الانستغرام تاعي وقتها باش يهبط الفيديو ولا حاجة. وكما قلت لكم يا رمضان شهر المحبة، دونك حبوني. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب. تابعوني على الانستغرام تاعي تلقاهم اللقطة في الوصف. وكما قلت لكم راني نهبط حاجات على الانستغرام ما نهبطهمش على اليوتيوب، ونجم نسألكم على حاجة تجاوبوني عليها. كيما تنجموا تعاونوني بالافكار وكل. وكان عندك فكرة كيما قلت لك اكتب لي في الكومنتير وقل لي اي حاجة في الكومنتير تو نجاوب. وملتقانا في فيديو اخر ان شاء الله في رمضان، وكان مش في رمضان بعد الكونكور على خاطر عندي كونكور. ميسالش الحياة تستمر. وكاو ان شاء الله عجبكم فيديو. و see you next video.